السلام عليكم. النهارده ان شاء الله معايا تخطي اي كلاود لايفون اكس، والاداة اللي بستخدمها النهارده هي اداة اتش اف زد على ماك بوك برو. وخليني اشرح لك الخطوات واحده واحده. اول حاجه طبعا بتوصل الموبايل، والاداة بتقول لك ان الجهاز سبورتد ولا لا. طبعا هو دلوقتي جايب جي اس ام سيجنال سبورتد و سيم لوك انلوكد، يعني الجهاز مدعوم تخطي ومش مقفول شريحة. فطبعا بنعمل له بوت. البوت ده بيدخلك على وضع الريكفري مود. تمام، دلوقتي الجهاز في وضع الريكفري. هعمل ستارت وهدوس على زرار الباور والزرار اللي بيوطي لمدة 4 ثواني. اول ما ال4 ثواني يخلصوا بشيل ايدي من زرار الباور، وبفضل ضاغط على الزرار اللي بيوطي لمدة 10 ثواني. ودلوقتي الجهاز في وضع الدي بي يو. هستنى طبعا لما الجهاز يعمل ريبوت ويفتح عشان اشوف الرسالة بتاعة تسجيل السيريال ظهرت ولا لا. لو ظهرت طبعا هنكمل في الخطوات مع بعض. ودلوقتي الجهاز فتح معانا ومستنيين الرسالة. هي دي الرسالة. دلوقتي اقدر ارفع السيريال واشيل الموبايل واوصله تاني، ونشوف خيار اكتيفيت هيظهر معانا ولا لا. ودلوقتي بالفعل خيار اكتيفيت ظهر معايا. اول حاجة طبعا هعملها، هعمل بلوك ريست وسكيب سيت اب وبلوك او تي اي. طبعا الخيارات دي بتمنع التحديث وضبط المصنع، عشان لو عملت تحديث او عملت ضبط مصنع بيرجع يطلب منك نفس الاي كلاود القديم اللي انت اصلا مش فاكره. بعمل اكتيفيت والجهاز على طول بيعمل ريبوت للسيستم، وبيفتح على الواجهة الطبيعية بتاعة الايفون. دلوقتي الأداة بتقولك إن الجهاز بالفعل تم التخطي successfully activated rebooting device. طبعا لو احتجت تعمل تخطي لأي جهاز فهتكلمني على مواقع السوشيال ميديا اللي هسيبلك الروابط بتاعتها تحت في وصف الفيديو، وإن شاء الله أقدر أساعدك في أسرع وقت وبأقل تكلفة. لو حابين تشوفوا فيديوهات تانية زي دي، ايه نوع الموبايلات اللي حابيني أعمل عليها تخطي أو أعمل فيديوهات عليها، وانتظروني إن شاء الله في كل الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم.